انا في رمضان اساسي عندي ان ضغطي يبقى واطي. اللي ضغطه واطي هتلاقيه دايما حاسس بتعب شديد جدا ودوخه وعايز يرجع وعينيه مزغلله ومش قادر يركز ولا حتى قادر ان هو يتحرك ويمشي وعلى طول مهمد. بس ليه ممكن تحس بالاعراض دي في رمضان حتى لو انت مش مريض ضغط؟ فلو انت مش مريض ضغط وحسيت بالاعراض دي اعرف ان ده بسبب قله التغذيه وطبعا نقص الميه وانخفاض السكر في الدم. حط عليهم بقى نوم ملخبط وان احنا موجودين في الشمس، وكمان الناس اللي اصلا ضغطها الطبيعي اقل من 120 على 80. نعمل ايه بقى عشان نتجنب الهبوط والدوخه طول فتره الصيام؟ نبتدي كده من اول ما نصحى من النوم، قبل ما تقوم من على السرير خد دقيقتين 3 واتحرك واحده واحده كده عشان ما تحسش بدوخه. واهتم بالاكل اللي فيه فيتامين بي 12 وفوليك اسيد زي البيض والكبده والبقوليات عشان نتجنب فقر الدم. الكافيين هنا مهم جدا، بس خد جرعتك اليوميه من الكافيين سواء قهوه او شاي واحده واحده عشان نحفز الدوره الدمويه من غير ما ندخل في جفاف. ونزود الاكل اللي مليان سوائل زي الفاكهه والعصائر الطبيعيه عشان نحافظ على رطوبه جسمنا. وطبعا نشرب ميه كتير بس متقسمه بين الفطار والسحور عشان نحافظ على توازن السوائل في جسمنا. اما بقى لو انخفاض الضغط ده بيحصل لك بصوره متكرره او معاه اعراض تانية زي التبول الزايد او الحراره العاليه او ارهاق مش طبيعي، لا هنا بقى لازم نشوف دكتور. فيا ريت نلتزم بالتعليمات دي، لان اللي ما بيلتزمش بيها هتلاقيه دايما بيقول